طبعا في ظل الاسعار الجميله وقت تصوير الفيديو النهارده، انت لو معاك 50 60 70 الف جنيه صعب قوي انك تلاقي عربيه معقوله انك تركبها وتضطر ترجع بالموديل لورا خالص، لان هو يعرف يجيب لها حاجتها. فخلاص حته ان القطع غير قليله دي بالنسبه له مش مشكله، ومحتاج في نفس الوقت عربيه تكون اعتماديه، دفع خلفي، ما تقعدش كبالين تطقطق، واسعه كبيره مريحه، عفش العربيه ممتازه، فليها زبونها. بس هي انتوا ناس كتيره بيبقى معاها 40,000 45,000 لحد 50، بيبقى عايز يركب عربيه. وطبعا في اسعار النهارده ما فيش عربيه عدله لحد 100,000 جنيه، بس محتاج عربيه واسعه قويه، ملوش في العربيات البلاستيك بتاعت اليومين دول، والباكج بتاعه قليل، وخصوصا لو استخدامه صعب شويه، بيمشي في طرق مكسره. هيبقى قدامك شاهين، سوزوكي سويفت ميته، هيونداي اكسل خلصانه، او تخش في الاوروبي بقى الاوبل القديم والستروين والعربيات الغريبه مجوره الهويه مالهاش قطع غيار. بس برضه في احتمال ان انت ممكن تركب عربيه باشا، تركب النجمه، هترجع لورا في العمر 3 4 5 6 7 8 10 20 30 90 سنه كده لورا بس في الاخر ممكن تركب برضه النجمه، عربيه دكر عامله زي عمر الشريف، كان كل ما يكبر يحلو حتى لو كان كبير او عجوز. يلا نشوف النجمه 77. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا مرسيدس تمساحه او مرشيدس تمساحه موديل 77، الشكل ده طلع من 76 لحد 85. في فروق بسيطه، الفوانيس اللي قدام مفروض اول ما طلعت كانوا فانوسين مدورين، الوش بتاعها ده اللي هو كان بتاع بدايه الشكل اللي هو كان 76، الفانوسين المدورين اللي جنب بعض وبينهم حاجه زي الشباك كده حقيره جدا، وبعد كده اتعدلت بعد كده بقى الفانوس اللي هو فانوس كبير، قمره كبيره وقمره صغيره جنبيها، ده بيسموه الشكل اللي هو المعدل، وشويه فروق بسيطه في الشبكه. وكان فيها موديلات بقى موتور ال 200 الاي 200 والاي 230، وكانت بتنزل بره 6 سلندر كمان. المهم خلينا في العربيه اللي معانا النهارده، دي عربيه 4 سلندر 2300 سي سي، الموتور بتاعها بيسموه دبليو 123 بغض النظر عن اسم المحرك. طيب العربيه اللي معانا النهارده فيها المكنه البيضاء زي ما بيطلق عليها في السوق، في منها تمساحه بمكنه بيضاء اللي هو غطا التكيهات لونه فضي كده زي ما انتم شايفين، بيسموها المكنه البيضاء. دي التكنولوجيا القديمه شويه، بتكون بنظام تكيهات وكربراتير. في المكنه السوداء اللي بعديها احدث شويه، بتكون انجكشن، ونادر لما تبقى كربراتير لكن غالبا انجكشن، وفيها بلوفه بتضغط ضغط الزيت، بتبقى بدل التكيهات، عشان كده بيبقى صوت الموتور واطي شويه، والسلاك البنزين بتاعها اقل من المكنه البيضاء. العربيه طبعا جر خلفي او دفع خلفي، الموتور اللي هو بالطول، وفتيس مانيوال اللي معايا النهارده. اول انبهار الفتيس ده فيه 4 سرعات، اول ثاني ثالث رابع مرشدين. بسم الله ما شاء الله، رائعه ومبهره فعلا. كان بينزل منها فئات بقى فيها فتحه سقف ومساحات فوانيس قدام واوتوماتيك واربع ازاز كهرباء وتكييف، يعني دلع. المهم العربيه اللي معانا النهارده دي اقل فئه اللي هي بتنزل باور ستيرنج بس، ما بتنزلش عربيه دي من غير باور، وما فيهاش تكييف ولا ازاز كهرباء ولا اي شيء، مجرد باور وسنتر لاك بس. السقاط اللي بتغطس جوه العربيه النظام المعروف بتاع مرسيدس بتاع زمان ده، اي 230 موديل 77. العربيه دي نخش في المميزات والعيوب مباشره. طبعا في ظل الاسعار الجميله وقت تصوير الفيديو النهارده، انت لو معاك 50 60 70 الف جنيه صعب قوي انك تلاقي عربيه معقوله انك تركبها وتضطر ترجع بالموديل لورا خالص، او تركب ماروتي موديل 2010 2012 وصلت 70 و80 الف جنيه كمان النهارده، بغض النظر عن الاسعار المضحكه، بس ده امر واقع. فالنهارده لو حضرتك معاك 40,000 45,000 ومحتاج عربيه دكر زي ما بيقولوا، دكر بمعنى ايه؟ يعني صاجها تقيل، عربيه تقيله تستحمل دعك وخبط ورزع، معاك عيله، معاك اسره، بتسافر كتير، بتحمل الشنطه شنط، محتاج عفشه ومساعدين عافيه تستحمل الدعك والهبد، خصوصا لو انت في اماكن ارياف او قرى او ما شابه ذلك. محتاج عربيه تروح للبرستيج شويه، عربيه يبقى ليها كده برستيج، ما بتحبش العربيات الكوري الورق اللي تلمسها بصبعك ولا تقفل الكبوت تطبق زي الهونداي الاكسل، او لو واحد قال لك مساء الخير العربيه تخاف وتتقلب. محتاج عربيه دكر حتى لو قديمه ومعاك باكج قليل، العربيه تبقى توفي متطلباتك جدا، لان هي تقدر تقول انها بديله البيجو 504 بس على برستيج، انت راكب النجمه، راكب مرسيدس. لو انت محتاج عربيه صاجها ناشف جدا وقوي جدا وعظم العربيه قوي جدا، مش هتلاقي الفئه السعريه افضل من العربيه دي. خلي بالك من الفئه السعريه، عشان هيجي واحد يقول لك ايه يا عم دي عربيه قديمه دي بتاكل بنزين. انا بتكلم على الفئه السعريه. محتاج عربيه صالونه من اوسع الصالونات في الفئه السعريه، حتى لو قديمه العربيه دي هتنفع معاك جدا جدا. محتاج عربيه الموتور بتاعها رغم انه قدم وممكن يكون اتعمر مره واثنين وثلاثه، خلي بالك العربيه دي بتقبل انها تتعمر مره واثنين وثلاثه غير معظم العربيات الحديثه. العربيه دي عافيه حتى الان لحد النهارده، لما بقرص فيها لما بتسخن انا بستغرب لاداء الموتور. طبعا مش هتاخد منها تسارع عالي، لكن عزم المحرك قوي. العربيه في مطالع في جر مهما كنت محمل المحرك قوي، الموتور كبير 2300 سي سي، والبساتم ايام الرخاء تلاقي البستم قطره قد كده، تلاقي قطره 10 متر مثلا، فالعربيه لازال العزم بتاعها محترم. عفش
عفشه العربيه قويه جدا، ناعمه وكلها حنيه. العربيه حنينه في المطبات، العفشه متماسكه جدا، ما بتحكش في الارض، بطن العربيه عالي، تخش بيها في مكسر عادي جدا اكنك راكب عربيه ربع نقل. دفع خلفي وانت عارف يعني ايه دفع خلفي، ما فيش بقى كبالن بالطقطق ودراع الكوبلن ومفيش الكلام ده. دفع خلفي انت بتتعامل مع ربع نقل حرفيا. عربيه قويه جدا ما شاء الله، متماسكه رغم انها شعرها كله بابيض وعجزت وماشيه ظهرها متني، بس لسه محتفظه بشباب نوعا ما حتى الان. طبعا بتكلم على الحالات الكويسه. العربيه اللي معايا النهارده دي ما تعتبرش من افضل الحالات، يعني ما هياش حاله شاذه وبتاع. العربيه دي ماشيه 400,000، وانا كنت شديتها دي بتاعت واحد صديق، كنت شديتها له من فتره سمكره ودوك. العربيه كان فيها بارومه من جوه، فكنت عملت شغل سمكره فيها وعملت المرمات البارومه وترش اجزاء دواخل فيها، بس مش عشان حادثه. اللي بيفرز طبعا هيبقى فاهم ان دي مش حادثه، دي عن اجزاء بارومه عمر افتراضي موديل 77 ومن اول يد. كمان من مميزات العربيه ان فيها شنطه محترمه جدا. ان العربيه رغم ان ثباتا ما هياش كويسه قوي، العربيه على السرعات العاليه 120 فما فوق بيبدا يبقى فيه عومه. تلاقي العربيه يعني لو انت داخل ملف طول ما انت ماشي ستريت الدنيا كويسه، لكن في الملفات لو خدت ملف لا ما تنتظرش العربيه هتدي تماسك، لا تلاقي العربيه بدات بقى ايه، فلازم تبقى انت حافظ العربيه. لكن هي بالنسبه للفئه السعريه، بالنسبه للفئه السعريه وعمرها، لا العربيه تقيله على ال 504 وال 505 كمان ومتماسكه، ومش عايز انها ستيبل عن عربيات حديثه كمان كتير. فرق كبير من السويفت والاكسل يعني العربيه التماسك بتاعها لازال كويس لو حاله العفشه والمساعدين والكاوتشات كويسه. طبعا كمان لو انت محتاج عربيه زي ما قلت يبقى ليها برستيج، العربيه ستيل حتى الان اسمك راكب مرسيدس، نجمه عجزت وقديمه ونجمه من ايام زمان، بس لازال العربيه ليها برستيج وماسك مفتاح عليه النجمه والكلام ده كله، لازال اسمك راكب الماني. برضو دي ميزه ما نقدرش ننكرها. كمان مميزات العربيه ان قطع غيارها اذا لقيتها فسعرها معقول وحنين، اذا لقيتها، ودي هنجيلها في العيوب. من المميزات ان انت كمان رغم العمر ده كله الا انك واخد خامات داخليه كويسه جدا. العربيه حتى الان فيها خامات انا ما اعرفش ازاي لا زالت شغاله ولا زالت ما اتكسرتش وما اتشرختش. طيب نبص بصه على صالون العربيه كده مبدئيا. بص زاويه فتحه الباب حاجه مستحيل تشوفها النهارده. بص الزاويه تقريبا 90 درجه. بص تعال نبص على الصالون من جوه. طبعا احنا بنتكلم في 46 سنه، في الحوار بتاع الخامات من جوه والخامات من بره ده طبعا انسى الكلام ده. بس المفاجاه لا ما تنساش الكلام ده، انا عايز اقول لكم ان العربيه دي رغم انها موديل 77 في 46 سنه بس الخامات بتاعتها من جوه كويسه جدا. انتوا متخيلين الكلام ده؟ يعني الباب بتاعها تخيلوا انه جلد بالكامل بغض النظر عن عوامل التعريه اللي حصلت دي طبعا يعني، بس الباب بالكامل جلد يا اخوان، الباب بالكامل جلد. انتوا متخيلين؟ يعني الباب مش المسند بس كله 100% جلد، هي نازله ستاندرد كده اهو. انتوا متخيلين؟ وجلد كويس. احنا 46 سنه ولازال بطانه الباب مش وحشه، ولازال الخامه يعني بريميوم شويه كويسه. الخامه بتاعه الكراسي بتاعه العربيه لازالت كويسه. وسع الصالون من ورا، قاعد ورا كرسي السواق. المسافه بيني وبين كرسي السواق بصراحه انا مطلعه قدام شويه لان الطاره بتاع العربيه كبيره والدبرياج تقيل شويه، فانا طالع لقدام شويه. لكن لا مساحه الصالون من ورا كويسه جدا. يعني بصوا بين رجليا وبين مسند الكرسي هنقول ده زياده شويه، لكن لا المساحه كبيره. مساحه الاقدام تحت، مساحه القدم نفسها معقوله جدا. طبعا يعيبها ان هنا العربيه دفع خلفي طبعا، فنفق الفتيس ضخم جدا. يعني نفق الفتيس بصوا قد ايه، يعني حاجه ارتفاع مثلا حوالي شبر تقريبا. ورا الكرسي اللي جنب السواق بقى نبص بصه كده، ده انا مرجعه لورا شويتين، يعني انا عامل الكرسي ده لورا شويتين. لازالت المسافه معقوله، يعني مدخل حوالي 3 صوابع 4 صوابع كمان على طولي انا، فهي صالونها من ورا معقول جدا. العربيه واسعه، يعني العربيه من العربيات اللي هي واسعه. كمان في نقطه مهمه جدا، الاسفنج بتاع الكنب يا اخوان طري جدا جدا، انت تقعد تتنطط ورا حرفيا. العربيه غريبه، الاسفنج طري جدا، من العربيات اللي تحب تركب فيها. يعني العربيه فعلا ركوبه زي ما بيقولوا، الاسفنج كده حنين وطري، تركب كده تلاقي نفسك مستقنيص على الاخر وانت قاعد، فعلا تحس ان انت راكب مرسيدس. يا اخوانا في عربيات موديلات 2014 و15 و16 الطابلوه بدا يشرخ بدون ذكر ماركات. العربيه دي لازالت ماسكه نفسها، الخامات بتاعتها من جوه خامات جلد وكويسه. الباب برده لازال بعد العمر ده كله كويسه جدا. بصوا والمقبض وانت بتفتح مفيش اي قومه، حاجه غريبه. يعني العربيه بعد العمر ده كله طبعا هي نفس القصه، الباب بالكامل جلد، المقبض طبعا جلد، الباب بالكامل جلد من جوه. في حاجه بقى ملحوظه ظريفه قوي، مفيش كارتيره قدام تحت هنا مكان الرجلين، يعني هنا مفيش حاجه، انت تقعد تفرد رجليك بالكامل قدام. قعده العربيه قدام حرفيا ملكيه، يعني انا بقعد في العربيه مستمتع، راكب قدام راكب ورا. الكراسي عريضه، الكراسي طريه، العربيه ستيل مريحه. ازاي بعد 46 سنه العربيه مريحه كده؟ يعني يا اخوانا انا السيفيك معايا ناشفه، العفشه ناشفه، الكراسي ناشفه، ازاي دي لازالت كده اهو؟ مرسيدس عجزت بس ارنولد برضو احنا لسه بصحتنا. الكراسي زي ما انتم شايفين كده عريضه. طبعا في شويه عوامل تعريه كويسه، يعني طبعا هنا الدنيا على فكره الدرج ده تفتحه ينور فيه لمبه فوق. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت.
مش موجوده في معظم العربيات النهارده. وهنا في كاب هولدر، بس طبعا كاب هولدر تحط فيه ايه؟ قطط مش كوبايه. انا ايه الكوبايه اللي هحطها هنا؟ ايه الكوبايه اللي هتدخل في الجزء ده؟ ما اكيد هتقع. بس المهم هنا مسطح، بحيث لو انت مثلا عايز تحط كوبايه، تتعشى، تفطر، تحط هنا سكينه، مطوه، تحط اي حاجه. طبعا ما فيش مساحات تخزين بقى جوه، احنا بنتكلم بقى في عمر والكلام ده. الطاره طبعا طاره بقى محترمه قوي، طاره يا معلم. ايه عارف انت افلام يا سلام على حبي وحبك كان يبقى سايق العربيه كان عمال يعمل كده؟ طاره زي ما انتم شايفين كده، مكان المفتاح كده بعيد كده لوحده. العربيه دي على فكره من اول يد واخر يد عشان تبقوا عارفين. خلاص 77 دي باور بس، نازله باور بس، ما فيش تكييف، ما فيش اي حاجه. مروحه طبعا، مكان المروحه فقط، وراكب لها كاسه الحقير جدا الصيني ده. والفتيس في العربيه دي شداد لفوق، يعني تشد الفتيس نفسه لفوق شمال الاول، ده كده الريفرس. بس الاول بقى من غير الشداد، يعني شده صغيره خالص خالص اهي. التكه اللي انتم شايفينها دي اللي هي ملي لفوق، شد كده يعني كده الاول، شده لفوق كده الريفرس. وما فيش اي حاجه. طبعا العدادات زي ما انتم شايفين، ساعه، سرعه، ضغط زيت، مش مستوى الزيت، ضغط الزيت، وهنا الحراره، وهنا البنزين. العربيه التانك بتاعها تقريبا حوالي بيشيل 4000 لتر او 5000 لتر، ما اعرفش، انا بحط فيها ب 100 جنيه ما بيظهروش اصلا. يعني العربيه تقريبا التانك بتاعها حوالي 70 لتر تقريبا. وهي طبعا المحرك بتاعها كربيراتير، بتمشي بنزين، وقود بنزين يعني، او فحم، يعني ممكن تحط فيها فحم يعني عادي. طيب نيجي لعيوب العربيه. العيب رقم واحد الاساسي قطع الغيار. قطع غيار العربيه قليله جدا. طبعا في المنصوره وفي بعض محافظات بحري في ناس شغاله في التمساح وشغاله في المرصيص، هتلاقي حاجتك عندهم، لكن برضه حتى عندهم مش كل حاجه موجوده. يعني العربيه اللي معايا على سبيل المثال باب السواق مش بيتقفل غير لما يترزع، واللي ركيب مرصيص هيعرف في حاجه اسمها الصداده، حته كاوتشه حقيره جدا بتركب في القفل بتاع الباب من جوه، خلي الباب يتقفل بسهوله. مع العمر الافتراضي طارت او نشفت ووقعت، فداخ عليها مش لاقيها، دي حاجه تافهه جدا. علبه الدركسيون بتاع العربيه مثلا محتاج تغير علبه الدركسيون، مش لاقيه، محتاج بحري او المنصوره او وكاله البلح او حاجه زي كده اهو. فقطع غير العربيه قليله حبتين 3 4، موجوده تلاقيها، بس محتاجه تلف شويتين، او حتت معينه شغاله في قطع غير العربيه، ومش كل حاجتك هتلاقيها بسهوله، وفي حاجات تضطر توفق عليها حاجات تاني والكلام ده كله، وبالتالي هتاخد وقت وتاخد مجهود في التصليح. كمان قطع غير عشان مش موجوده قوي، فهتلاقيها اسعارها غاليه نسبيا، مش قوي مش اوفر، لكن بالنسبه انك تركب عربيه قديمه. العيب رقم 2 الاي 230 بتاكل بنزين كمان على الاي 200، يعني الموتور اكبر، السلندرات اكبر، فبتاكل بنزين. هي بتمشي 80 عادي جدا، بس بنحط لها 92 افضل، لكن هي في جميع الاحوال لا بتاكل بنزين، يعني ال 10 لتر دي تسخن بيها مفيش حاجه. عيب رقم 3 ان العربيه في الشتاء مقرفه جدا على ما تسخن، يعني انا بسيبها ربع ساعه على ما تسخن عشان يبدا الكربراتير يتظبط. طبعا كل عربيه الكربراتير كده محتاجه تتسخن في الشتاء كويس، فهنا هتاكل بنزين وهي بارده ومحتاج تتسخن كويس والكلام ده كله، ولو طقم الكهرباء مش حلو هتقرفك على ما تدور شويه. العيب اللي بعد كده صعب قوي انك تلاقي عربيه منها ما فيهاش بارومه، صعب قوي بفعل العمر، نتكلم في 40 سنه و45 سنه والكلام ده، فلازم تفرزها كويس، ولو فيها بارومه لازم تكون متعالجه كويس قوي عشان ما تقعدش تقرفك وتقعد تسحب البارومه فيها كل شويه. العيب اللي بعد كده ان العربيه الترخيص بتاعها هيبقى غالي نسبيا عشان موتور 2300 سي سي، فهيبقى الترخيص بتاعها غالي كمان شويه. العيب اللي بعد كده ان العربيه الاداء بتاعها رغم ان الموتور كبير الا انه قليل، ما يتقارنش بالعربيات الحديثه بفعل التكنولوجيا. هي عزمها قوي، لكن التسارع بتاخد وقتها حبتين على ما تتسارع. بس اكيد اللي يجيب العربيه دي مش عايز يطلع يجري بقى ويامر. هي على فكره رهيبه في الامريكاني، لكن مش متجاوبه زي معظم العربيات الحديثه. العيب اللي بعد كده العربيه مفلطحه، يعني ابعاد العربيه ضخمه طويله عريضه كبيره، فعلى ما تاخد على ابعادها هتاخد وقت شويه، وفي الاماكن الزنقه مش حلوه، والمرايات بتاعتها ما بتتقفلش. مرايات الموديل ده ما بيتقفلش، هي لو اتخبطت هتقفل وترد بسوسته، لكن هي ما بتتقفلش، وده عيب برضو مقرف شويه لو انت من الناس اللي متعلم سواقه جديد او بتسوق في اماكن ضيقه. مش افضل حاجه عشان تركن في اماكن ضيقه والكلام ده كله. كمان الطاره بتاع الدركسيون كبيره قوي، مش قادر اقول انه عيب، بس انا حاسس ان انا يعني ايه رجعت لورا بقى ايام رشدي اباظه والكلام ده. الطاره كبيره هي باور، بس يعني باور برضو تقيل شويه والكلام ده، والعربيه بتميل للخشونه، الدبرياج تقيل، الفتيس مش خشن قوي بس يعني هو معقول، لكن يعني مش افضل حاجه، فالعربيه بتميل للخشونه. كمان عزل العربيه وصوت الموتور على حجرك، انا طول ما انا سايق حاسس الموتور على حجري، يعني انسى العزل لما بمشي بيها على 100 عزل المحرك، لا انا سامع صوت الموتور قوي. العزل التوتال بتاع العربيه بالنسبه لعمرها مقبول، لكن عزل المحرك لا، صوت الموتور جوه تحس انك راكب عربيه ديزل، الصوت جوه. طبعا بالنسبه للفئه السعريه مش هنقعد نتكلم في الكلام ده، لكن يعني وجب التنويه عنه. العيب اللي بعد كده ان العربيه الريسيل بتاعها دلوقتي اصبح تقيل، لان مش هتلاقي لها زبون قوي، وانا بلف اصلحها بلاقي الصنايعيه بيتقاتلوا عليها، لان الصنايعي عارف هيجيب حاجتها منين، ومش هيلاقي عربيه برينج 40 45 الف افضل منها وهو عايز عربيه دكر، لان هو يعرف يجيب لها حاجتها، فخلاص حته ان القطع غير قليله دي بالنسبه له مش مشكله. ومحتاج في نفس الوقت عربيه تكون اعتماديه، دفع خلفي، ما تقعدش كبالين تطقطق، واسعه كبيره مريحه،
عفش العربيه ممتازه، فليها زبونها. بس هي ان توتال كاريسيل مش اي حد يركبها، لا محتاجه حد ركيب مرسيدس او عايز عربيه بالمواصفات دي في الفئه السعريه دي، اللي هي تحس انك راكب عربيه واخده قوه العربيات الربع نقل، وفي نفس الوقت راكب عربيه سيدان صالون، وانا اسمي راكب مرسيدس في الاخر يعني. فدي من اهم مميزات العربيه. بس العربيه دي في رايي مميزاتها زي ما قلت لك كده باختصار، ان انت لو معاك باكج قليل في رينج 40 ل 50 45 تزيد 5 تنقص 5، ومحتاج عربيه تكون فيها المواصفات دي، عربيه دكر وواسعه وقويه وبتاعت دعك، ولو مفوته هتجري ولو عفشه مكسره هتمشي، العربيه دي بتاعت الكلام ده. لو محتاج عربيه بقى تلاقي حاجتها بسهوله وتصين بسهوله والسلاك البنزين معقول وتكون عربيه ناعمه وابعادها ملمومه كده وشكلها حديث شويه، ابعد عن العربيه تماما، خصوصا لو انت في مكان نائي. حلوه نائي دي يعني بعيد شويه، مالكش خبره في صيانه العربيه ومفيش حد بتاع قطع غير قريب منك، العربيه دي هتعذبك زي ما عذبتني يومين كده كويسين. بس كده، لو عجبك الفيديو واول مره تشوفني يعني اسمي محمد فاروق، قناه اسمها تجربه كار، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو لو عجبك، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام. معلش انا بعتذر ان الطاره طالعه، لان كل الاوضاع اللي حاطط بيها الكاميرا عشان اصور لازم الدركسيون يطلع. قال لي انا هطلع معاك، انا مستقتل ان انا اطلع معاك.